السلام عليكم. نزل فيلم بلاك بانتر واكاندا فوريفر، واللي كان حواليه تساؤلات كتيرة وازاي هنعرف نكمل القصة بتاعت مدينة واكاندا، خصوصا بعد خبر وفاة الممثل تشادويك جوزمان بعد صراع مع المرض واللي زعلنا كلنا أكيد. ما كانش فيه توقعات كتيرة من ناحية الفيلم ده، وخصوصا في المرحلة دي من عالم مارفل، ولكن الفيلم كان مفاجأة بالنسبة لي، وده اللي هنتكلم عليه مع بعض في مراجعة هيكون فيها جزء مخصص للحرق في الآخر. فخليك جاهز وخليك متأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض ريفيو فيلم بلاك بانتر واكاندا فوريفر. طيب يعني أنا ما كنتش متوقع كتير من الفيلم ده، مجرد فيلم بطولة نسائية وشوية سياسات ملهاش لازمة وخلاص، ويبقى مجرد عمل سيء في مرحلة كانت مليانة أعمال سيئة في عالم مارفل السينمائي. ولكن لأ، الفيلم كان كويس جدا، بداية من القصة اللي شفنا فيها إيه اللي حصل لمدينة واكاندا من بعد موت تشالا، وإزاي بقوا مطمع لجميع المنظمات الحكومية واللي بقوا عايزين يوصلوا لمادة الفايبريميوم. ولكن الملكة بتقف في وشهم وبتأكد لهم إن واكاندا مش بالضعف اللي هم متخيلينه من بعد بلاك بانتر. وطبعا ده اللي خلى الحكومة تحاول توصل لمادة الفايبريميوم من أي مكان تاني، وده اللي خلانا نشوف عالم تاني لأول مرة، وهي مدينة تالوكان والملك بتاعها نيمور، واللي بقى عايز يخش في حرب ضد الأرضيين. ولكن هم عايزين يعرفوا أول ما هو موقف واكاندا من الحرب دي، هل هم حلفاء أم أعداء. وطبعا عشان بس تبقى فاهم ده مش حرق، كل ده كان باين في الإعلانات. ودلوقتي خلينا نخش في الإيجابيات والسلبيات. وزي ما شوفنا الفيلم فيه إيجابيات كتير، أولهم إنه مش مجرد فيلم بيتكلم عن بلاك بانتر جديد وخلاص. وأهم الإيجابيات واللي كانت واضحة للكل وهي الأداء التمثيلي اللي كان فعلا مؤثر. ممكن ده عشان الأحداث الحقيقية زي خسارة شادويك جوزمان واللي زعلتنا كلنا، وده اللي خلى الممثلين فعلا زعلانين بجد، وده اللي خلانا نتأثر معاهم. وخصوصا الملكة، يعني كان في مشاهد انفجرت فيها وقدمت لنا أداء أكتر من رائع، وشوفنا المسؤولية اللي كانت شايلاها من بعد موت ابنها. وطبعا من أهم الإيجابيات برضو وهو تطور شخصية شوري من الشخصية الكوميدية والعبقرية لشخصية مرت بأحداث صعبة، وبنشوف تأثيرها عليها وشعورها بالذنب على موت أخوها للمشوار اللي خدته بعد كده عشان تبقى فعلا بلاك بانتر، وتخليك وانت بتتفرج عليها متقبلها وشايف انها فعلا تستحق ده. وطبعا الفيلم ما كانش هيكون كويس غير لما يبقى عندك فيلم محترم واللي هو نيمو، والطريقة اللي اتقدم بيها والعالم اللي هو جاي منه والدوافع اللي بتخليه يواجه واكاندا. يعني لو اتفرجت على الفيلم ده من ناحية نيمور هتحس ان هو مش فيلن، لا هو عايز يحافظ على مملكته. وبقالنا كتير قوي ما شفناش فيلن عنده سبب مقنع جوه عالم مارفل. اي نعم ما يتقارنش بشخصية كين مونجر لان المقارنة دي هتكون ظالمة، ولكن اقدر اقول ان ده يعتبر احسن فيلن في المرحلة الرابعة من عالم مارفل. وطبعا غير كده مشاهد المعارك اللي كانت ملحمية بالرغم ان هي ما كانتش كتير، والموسيقى التصويرية اللي كانت مؤثرة وحماسية في مشاهد تانية. أظن الفيلم عمل اللي عليه بالنسبة للظروف اللي اتعرض لها. انت بتتكلم عن جزء تاني لبلاك بانتر من غير بلاك بانتر نفسه، يعني دي تعتبر معاناة وتحدي كبير. طبعا الفضل يعود للمخرج راين كوجلر اللي قدم لنا فيلم حلو من غير السياسات بتاعت مارفل الفترة اللي فاتت. يعني تقريبا كل الشخصيات في الفيلم هي شخصيات نسائية ولكنها بتواجه مشاكل وصراعات حقيقية تخليك متعاطف معاهم، مش مجرد شخصيات نسائية بتواجه مجتمع ذكوري وشوية فيمينيست ملهمش لازمة. لأ، هنا كان في تقديم كويس للشخصيات، وده اللي ساعدهم إن هما يتقدموا بصورة كويسة. ودلوقتي خلينا نخش في السلبيات واللي ما كانتش كتيرة بالنسبة لي. أول حاجة، الفيلم كان طويل أوي، يعني أنت بتتفرج على الفيلم ده أي نعم فيلم حلو ولكن
هتفكر مرتين قبل ما ترجع تتفرج عليه تاني. وطبعا تاني حاجة واللي هي كانت شخصية ايرون هارت، نفس الفايب بتاع شخصية أمريكا تشافيز في فيلم دكتور سترينج، اللي هي شخصية ملهاش أي لازمة بس الفيلم كله كان مركز عليها. وأصلا تركيبة الشخصية دي مش جديدة على مارفل، هي بنت سمرة بتتميز بذكاء والطريقة الكوميدية اللي موجودة في كل مشهد، نفس بالظبط شخصية شوري. فما كنتش شايف أي جديد من ناحيتها، وكان ممكن نأجل تقديمها لعمل تاني زي المسلسل بتاعها مثلا، بدل ما هي واخدة وقت كبير قوي من الفيلم. وغير كده كنت أتمنى طبعا ناخد وقت أكتر جوه العالم الجديد اللي قدمناه، وهي مدينة تالوكان، أو يعني مدينة أطلانتس بتاعة مارفل، حتى عشان المتعة البصرية تكون كاملة. بس غير كده الفيلم كان جميل جدا، وأجمل حاجة إن هو كان فيلم مقفول على نفسه، مش محتاج تشوف أعمال كتيرة قبله. احنا هنا بنحكي قصة جديدة مقفولة على نفسها بره العك الموجود دلوقتي في عالم مارفل السينمائي. وفي الآخر الفيلم قدم لك تطور قوي للشخصيات، وقدم لك فيلم محترم، والقصة بتاعته اللي في النص كانت حلوة جدا. فأنا شايف تقييم الفيلم ده هيكون 8 من 10. ودلوقتي خلينا نخش في جزء الحرق، فلو انت لسه مشوفتش الفيلم وقف لحد هنا. طيب بالنسبة بقى للتفاصيل اللي معجبتنيش قوي في الفيلم، وهي إن الشخصية الوحيدة اللي تقدر تعمل اختراع اللي من خلاله نقدر نوصل لمادة الفيبريميوم هي ايرون هارت. يعني عالم مارفل كله مفيش فيه عباقرة غير دي. اللي هو الفيلم حلو وكل حاجة، بس انا كل ما اشوف البدلة بتاعت الشخصية احس ان انا بتفرج على الباور نينجا. وغير كده الفيلم كان مهتم بالشخصيات النسائية، يعني هو الشخصيات اتقدمت بشكل حلو وكله اتطور، ولكن كان في شخصية مخدتش حقها في الموضوع ده، وهو الوحيد اللي متطورش ومش عارف ليه. وغير كده ما كانش عاجبني الجانب السياسي أو جانب الحكومة الأمريكية اللي ما كنتش شايف ليه أي دور مهم. يعني حسيت إن هو أخد من وقت الفيلم وخلاص، وفي شخصيات تقريبا ما استفدناش منها بحاجة. وطبعا بعد ما خلاص الفيلم كان خلص بالمشهد المؤثر اللي فيه شوري كانت بتفكر في أخوها، اكتشفنا إن هو كان عنده ابن، والولد ده كان بره مدينة واكاندا. يعني مش عارف ليه بس مشهد زي ده خلانا بعد ما خلاص قدمنا بلاك بانتر جديدة رحنا لشوية أسئلة ملهاش إجابات إلا في الكوميكس. وخلينا دلوقتي نتكلم على التفاصيل الإيجابية. وطبعا كانت طريقة تقديم نيمور، واللي هو مش مجرد فيلن كويس وليه أسباب مقنعة، لأ كمان شخصية يتخاف منها. ده يعني ده قتل الملكة، ودي كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا. فكرة إنك تضحي بشخصية رئيسية جوه الفيلم ده كان قرار فيه مخاطرة كبيرة بالنسبة لظروف الفيلم ده، ولكنه كان طبعا مؤثر جدا وخلاك تحس بالخطر اللي جاي من ناحية نيمور. وطبعا مشهد مؤثر جدا، ولكن معجبتنيش فكرة إن الملكة ماتت وهي بتدافع عن شخصية هي أول مرة تشوفها. يعني المشهد كان هيكون مؤثر أكتر لو كانت الملكة ماتت على حاجة تستاهل، يعني مثلا لو كانت بتدافع عن بنتها واللي ما كانتش لسه بلاك بانتر ساعتها. بس خلينا نقول اللي حصل بعد المشهد ده كان مهم جدا في رحلة شوري، واللي وصلنا بعد كده لمشهد بالنسبة لي ده أفضل مشهد جوه الفيلم، وهو اللي المفروض شوري كانت رايحة لأسلافها، والمفروض إن هي كانت هتقابل أمها ولكنها بتقابل كين مونجر. يعني ده عشان هي كانت رايحة تنتقم من نيمور، وده كان نفس السبب بتاع كين مونجر في الجزء الأول اللي كان عايز ينتقم. فيعني بجد دي تعتبر أجمد تفصيلة جوه الفيلم، وكنت عمال أسقف للمخرج على إزاي هو ورانا الغضب اللي جوه شخصية شوري. يعني زي ما شوفنا الفيلم مش مجرد صراع ما بين واكاندا وتالوكان، لأ الصراع الداخلي جوه الشخصيات ده كان مهم جدا، وده اللي علّى من مستوى الفيلم بالنسبة لي. طبعا بعد كده شوفنا شوري وهي رايحة عشان تواجه نيمور. يعني أي نعم الخطة ما كانتش أحسن حاجة، بس أنا أتفهم ده كويس لأن هي لسه في البداية، ولكن عامة مشاهد الأكشن كانت كويسة جدا، وخصوصا مشاهد نيمور والتنوع اللي كان موجود فيها. وعجبني اللي احنا لسه هنشوف الشخصية دي قدام، ويعني ممكن نشوف متحولين أكتر جوه عالم مارفل السينمائي.
يعني يا ريت أقدر أقول إن ده يعتبر أحسن أعمال مارفل في المرحلة الرابعة من بعد سبايدر مان طبعا. وبس كده، ده كان كل اللي عندي بالنسبة لبلاك بانثر واكاندا فوريفر. شاركني تحت رأيك في الكومنت لو تتفق معايا ولا لأ. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف فيديوهات أكتر، يا ريت تتأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. ويا ريت لو تدعمنا بلايك عشان اللايك بيدعم وبيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام عليكم.